كتير بنشوف قصص نجاح لناس عملوا شغلهم الخاص، وبسبب الحكايات الحلوه اللي بنسمعها منهم بنحلم نكون زيهم ونحط قبل اسمنا كلمه سي او فاوندر. بس للاسف في شويه مشاكل هقول لك عليها، لو عندك خد بنصيحتي وخليك موظف زي ما انت. انا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل. شوف يا صديقي، الارقام بتقول ان 90% من الشركات الناشئه بتفشل بعد اول سنه، و15% من الشركات اللي باقيه ما بتكملش من 3 ل 5 سنين على بعض. وانا مش جاي اقول لك الكلام ده علشان احبطك، بس زي ما انت عارف احنا بنفكر سوا بصوت عالي. عشان كده تعالى اقول لك على اول 3 مشاكل لو لقيتهم فيك خليك في وظيفتك احسن. اول حاجه، لو ما عندكش الخبره الكافيه. انت لما تعمل مشروع معين هتحتاج تبقى عارف كل وظيفه بمهاراتها بطلباتها بخبراتها بسلطاتها ببابا غنوج. فلو خبرتك هي وظيفتك بس، نصيحه ما تتحمسش وتدخل في حاجه انت مش قدها، وابدا اتعلم اللي ناقصك الاول قبل ما تفكر تفتح صدرك في بيزنس خاص. تاني حاجه، لو عندك مشاكل في التواصل وما بتعرفش تشتغل وسط فريق، انت لما تفتح مشروعك الخاص هنا انت مسؤول عن كل الناس اللي معاك من الناحيه الماديه والنفسيه. وعلى فكره الموضوع مش موظفين بس، ده لسه في عملاء هتتعامل معاهم وتساعدهم في حل مشاكل. فلو ما عندكش المهارات دي وبتتعصب بسرعه افتكر اني قلت لك بلاش. تالت حاجه، لو ما عندكش رؤيه. مجال رياده الاعمال بيتغير في يوم وليله، والتغيرات دي هي السبب ان في شركات كتير ما بتكملش. فلو مش بتعرف تحلل معطيات السوق ولا باصص لقدام ولا عامل حساب لاي طوارئ، للاسف هتقع بسرعه. ودول كانوا اهم 3 مشاكل لازم اقول لك عليهم قبل ما تفكر تبدا شغلك الخاص. ما تنساش بقى تعمل فولو ولايك علشان في مشاكل تانية لسه هقول لك عليها في الفيديوهات اللي جايه.